اهلا بيكم. ايه الاخبار؟ اتكلمنا في المرتين اللي فاتت عن الصفات في اللغه الايطاليه، وعرفنا ان في نوعين من الصفات: صفات ريجولاري او صفات عاديه اللي هي بتنتهي الصفه فيها بحرف الاو، زي مثلا ايطاليانو، وقلنا ان احنا نقدر نخليها باربع اشكال. يعني نقدر نقول ايطاليانو، ايطالياني، ايطاليانا، ايطاليانه. واتكلمنا كمان عن الصفات الشاذة أو لي أدجيتيفي irregolari، زي مثلا إنجليزي، فرانشيزي، أونجريزي. وقلنا إن في نوعين من الصفات أو شكلين من الصفات دي: الصفات في المفرد اللي هي بتنتهي بالإيه، والجمع بتاعها دايما بيبقى بالإي، سواء جمع مذكر أو مؤنث. المرة دي هناخد حاجة مهمة جدا، هي إي كولوري أو الألوان. الألوان إحنا بنعتبرها صفات، يعني بنطبق عليها نفس القاعدة بالظبط. أي صفة أو أي لون بيعتبر صفة عادية لو انتهى بالأو. يعني مثلا عندي لون زي روسو، روسو اللي هو اللون الأحمر. روسو بيعتبر صفة بالظبط، بتعامل معاملة الصفات العادية. يعني أقدر أقول روسو، روسي، روسا، روسي، على حسب الاسم اللي أنا بوصفه، سواء اسم مفرد مذكر، مؤنث، جمع مذكر أو جمع مؤنث. في كمان ألوان بتنتهي بحرف الإي، يعني مثلا زي أرانشوني، اللون البرتقالي. أرانشوني هو لون بينتهي بحرف الإي، فبيعتبر صفة شاذة. فاللون دوت بيبقى أرانشوني أو أرانشوني. تمام؟ حلو جدا. في بقى بعض الألوان في قاعدة غريبة شوية، الصفة في بتنتهي بحرف الآ، يعني مثلا زي لون فيولا أو روزا، ودي بنقول عليها صفات invariabile. invariabile يعني صفة ما بتتغيرش، سواء في المفرد أو في الجمع، في المذكر أو المؤنث بيفضل بالآ بالظبط كده. يعني لو أنا بوصف حاجة مذكر هقول روزا، لو حاجة مؤنث روزا، لو جمع برضو روزا. روزا لا تتغير، invariabile. روزا وفيولا adjectivi invariabili، يعني صفات لا تتغير. خلي بالك من النقطة دي. طيب في صفات كمان ما بتتغيرش، زي ايه؟ زي صفة بلو أو اللون بلو الأزرق. اللون الأزرق ده ما بيتغيرش، برضو بيفضل في المفرد، في الجمع، بنوعيه هو اسمه بلو. برافو. طيب ايه هي بقى الالوان اللي احنا ممكن نعرفها؟ عندي الوان زي روسو، بيانكو، جريجو، giallo, azzurro, nero, rosa, viola, verde, marrone, arancione, blu. Bravi. Ancora: rosso, bianco, grigio, giallo, azzurro, nero, rosa, viola, verde, marrone، arancione، بلو. يبقى تخلي بالك اي لون من اللي انا قلتهم دلوقتي بينتهي بحرف الاو، زي روسو، بيانكو، جريجو، بيتصرف بالظبط زي الصفات العاديه: روسو، روسي، روسا، روسي، بيانكو، بيانكي، بيانكا، بيانكي، جريجو، جريجي، جريجا، جريجا، الى اخره. الصفات اللي بتنتهي بحرف الاي بتبقى شكلها بالاي او بالاي، زي مثلا فيرده، ممكن يبقى في المفرد المذكر فيرده وفي المفرد المؤنث برافي، فيرده. الجمع بقى بنوعيه هيبقى شكله ايه؟ فيردي. برافي. طيب في معلومة كمان لازم تعرفها، ان الالوان اللي احنا قلناها دي الى جوار ان هي صفات، بتعامل ايضا كانها اسماء. يعني لو عايز اقول اللون الاحمر او الاحمر، بقولها ازاي؟ يكفي بس ان انت تحط اداة تعريف قبل اللون، يعني تقول il rosso. il هناخد بعد كده ادوات التعريف في فيديو جديد. هنقول il rosso معناها الاحمر او اللون الاحمر، il verde الاخضر، l'azzurro الازرق. يبقى اذا اللي احنا قلناهم دلوقتي اي كولوري او الالوان في اللغه الايطاليه، في بعض الملاحظات الكتير عليها. رقم واحد، ان هي بتعامل معامله الصفه، سواء الصفه العاديه او الصفه الشاذه. رقم اتنين، ان في بعض الالوان invariabili لا تتغير، زي روزا وفيولا. في كمان معلومه مهمه جدا، ان الالوان دي زي ما هي صفات هي كمان اسماء. يكفيني بس ان انا احط قبل الاسم اداة تعريف، وهي اداة تعريف سواء ال او الابوستروفو على حسب
لون أو الاسم يعني ابتدى بأنهي حرف. هيبقى لينا كلام تاني عن الألوان، يعني هناخد بعض الأمثلة في الحلقة الجاية عن الألوان. بس كده، استنوني في فيديو جديد. تشاو.